بكالوريا ولا ثانويه؟ الكتب هتنزل امتى؟ ميعاد اول حصه امتى؟ يا مستر عايزين نبدا، يا مستر يلا عايزين نبدا. السنتر، طب الاونلاين. اهلا بيك في اقوى نظام هتشوفه سواء في السنتر او في الاونلاين، سواء ثانويه او بكالوريا. طلاب اولى وثانيه ثانوي التايهين المحتارين ما بين بكالوريا ولا ثانويه، ثانويه ولا بكالوريا. تعالى يا سيدي بقى، احنا هنتكلم في كل شيء النهارده. اولا لازم تعرف ان الفيديو ده موجه لطلاب اولى وثانيه ثانوي، خصوصا طلاب اونلاين. خليه بقى معايا كده، وانت كطالب سنتر ما تقلقش، انا جاي لك في التفاصيل دلوقتي. نبدا اول حاجه يا سيدي بطلاب الاونلاين. يا مستر هنبدا امتى؟ يا مستر هنبدا امتى؟ كانك خلاص يعني ايه، خلصت الاجازه وخلصت اللي عليك كله وعايز تبدا. هقول لك دلوقتي احنا هنبدا ازاي. اولا يا سيدي طلاب الاونلاين، النظام اللي انا هتكلم فيه ده خاص باولى وثانيه ثانوي. اللي هقوله في اولى هو اللي هقوله في ثانيه، انتوا الاثنين زي بعض بالظبط. اولا طلاب اولى وثانيه ثانوي اونلاين، انت سيادتك حضرتك لازم تعرف ان احنا هنشتغل مع بعض السنه دي في اونلاين بنظام الورش. من اول يوم عندنا ورش. ليه؟ انا باسسك صح للبكالوريا، بفهمك يعني ايه بكالوريا، باسسك ان انت كطالب لازم من اول يوم تمسك القلم وتحلل المعلومه، عشان انت هتدخل بكالوريا كده كده. خليني يا سيدي اقول لك ان انت نظام الورشه بتاعتنا هيكون كالاتي. انت عندك ورشتين في الاسبوع. انا هتكلم دلوقتي عن اولى وثانيه ثانوي فيما يخص ماده التاريخ. خليني اقول لك ان انت عندك ورشتين. الورشه الاولى هتبقى ورشه الشرح، والورشه الثانيه ورشه التدريبات. مش فاهم يا مستر؟ يا سيدي لو انت طالب اولى ثانوي دلوقتي لازم تعرف ان انت يوم الخميس الساعه 5 هينزل لك ورشه. الورشه الاولى اللي هي ورشه الشرح عباره عن ايه يا مستر؟ شرح عالمي بمعنى الكلمه، وجزء الشرح بس بينزل يوتيوب، الشرح فقط. ليه؟ لان بتبقى المساحه بتاعته كبيره قوي، لو اترفع على المنصه هيقعد يعلق معاك ومش هنخلص، لان المساحه كبيره كبيره كبيره، لان في اسكتشات تقيله وفي حاجات جامده جدا في فيديو الشرح، فلازم الفيديو ده يترفع يوتيوب، فيديو الشرح فقط، لكن كل حاجه الجايه هتعرف انها على المنصه. يوم الخميس الساعه 5 هينزل لك فيديو الاول اسمه فيديو الشرح، وخلي بالك فيديو الشرح ما بيفتحش الا بالامتحان، يعني فيديو الحصه. وخلي بالك الفيديو بتاع الحصه والحصه بوجه عام مش هتفتح معاك الا بالامتحان، ولازم تجيب درجه كويسه، مش اي درجه والسلام. ده كده يا سيدي البارت الاول اللي هو فيديو الشرح، وده الوحيد اللي هينزل على اليوتيوب. كل اللي جاي دلوقتي بقى هينزل على المنصه. تاني بارت عندنا اللي هو الفيديو بتاع الزتونه. ايه فيديو الزتونه ده يا مستر نادر؟ فيديو الزتونه يا سيدي هو عباره عن ملخص للشرح. بعد ما خدنا الشرح هناخد ملخص عالمي، ملخص لا يتعدى 3-4 دقائق، هيفهمك الشرح كلمه كلمه. ثم بعد الزتونه عندك كمان فيديو التدريبات والانشطه، تدريبات عالميه بمعنى الكلمه، معد اعداد يعني انت مش هتشوف زيه، اسئله تم اعدادها من موجهين واساتذه علميين، حاجه في منتهى الروعه عشان تاخد الخدمه متكامله. ده كده الورشه بتاعت يوم الخميس. يبقى يوم الخميس عندك كام فيديو؟ الفيديو الاول فيديو الشرح، وده بينزل يوتيوب، ده فيديو الشرح فقط. ثم بعد كده عندك على المنصه فيديو الزتونه، وعندك على المنصه فيديو الانشطه والتدريبات. دي كده ورشه الخميس بالنسبه لاولى وثانيه ثانوي. يوم الثلاث يا بطل عندنا الورشه الاهم اللي هي اسمها اسسني انا بكالوريا. يعني ايه اسسني انا بكالوريا؟ كرنفال بقى، احتفال كبير هنعملوه. ورشه الثلاث هنا الخميس كان الفيديو بتاع الشرح وكل ما يخص الشرح. ورشه الثلاث هينزل لك فيها ايه؟ هينزل لك اول حاجه تحليل الواجب، مش حل الواجب. في فرق ما بين الحل والتحليل. التحليل معناه ان احنا بناخد المعلومه وبنفسرها وبنحللها وبنعيد عليها وبنربطها بحاجه كمان. ليه؟ عشان سيادتك تفهم كل كلمه جت منين. ما ينفعش اقول لك ان السؤال ده الاجابه بتاعته كده، ده ما ينفعش، لازم اعرفك الاجابه جت منين. يبقى ده اول حاجه عندنا فيديو تحليل الواجب. الفيديو الثاني والاهم يا بطل فيديو كتاب الموهوبين. انا مش هحرق يعني ايه كتاب الموهوبين عشان بنتقلد. كتاب الموهوبين ده حاجه يعني بص، هتطلع من الحصه انت قاعد بتسقف. اما الفيديو الاخير بقى اللي هينزل لك يوم الثلاث هو فيديو برضو مش هحرقه، بس هقول لك اسمه ايه. اسمه ضيوف ندوره. هتعرف يعني ايه ضيوف ندوره الايام الجايه. انا هدفي ان انا اسسك صح في العلم، انا مش هدف اديك المعلومه، ما هي المعلومه مرميه في اي مكان واي حد ممكن يديك المعلومه، لكن لما تاخد المعلومه بالشكل المرتب ده، تاخد المعلومه في ورشه شرح وفي ورشه حل، انت مش هتطلع محتاج لحاجه. طيب مستر،
هو ده مش كتير على طالب اولى وثانيه ثانوي؟ لا، انا مش بتعامل معاك ان انت اولى وثانيه، انا بتعامل معاك ان انت طالب عايز تتعلم. طالما سيادتك ارتضيت واخترت مستر نادر لازم اديك الخدمه كامله متكامله. ده كده يا سيدي فيما يخص ماده التاريخ. لو انت طالب اولى ثانوي انت بتاخد معايا فلسفه، ولو انت طالب ثانيه ثانوي انت بتاخد معايا علم نفس، لان مستر نادر بيدرس حاجه اسمها العلوم الانسانيه. فخليني اقول لك نفس الكلام اللي قلناه بنفس النظام بنفس الترتيب بشكل مقارب في الفلسفه وعلم النفس. طب يا مستر المواعيد بتاعتهم امتى؟ بالنسبه لاولى ثانوي فلسفه عندك ورشتين، ورشه هتبقى يوم الجمعه، ورشه هتبقى يوم الاربعاء. بالنسبه لعلم النفس برضه ورشه يوم الجمعه وورشه يوم الاربعاء. يعني خلاصه الكلام لو انت معانا في التاريخ سيادتك بالنسبه للتاريخ اولى وثانيه ثانوي عندك ورشه يوم الخميس وورشه يوم الثلاث، ورشه الخميس وورشه الثلاث. بالنسبه لاولى وثانيه ثانوي فيما يخص ماده علم النفس فيما يخص ماده الفلسفه عندك برضه ورشتين، ورشه يوم الجمعه وورشه يوم الاربعاء. ده كده فيما يخص النظام بتاعنا كله. عايز اقول لسيادتك ان كل حصه عندك امتحان وكل حصه عندك واجب، وممنوع نهائيا ان حضرتك تدخل الحصه من غير الامتحان والواجب. اوتوماتيك الموضوع هيتم، ما فيهوش تدخل بشري، فسيادتك مش هينفع اصلا تدخل الحصه الا لما تحل الواجب والامتحان. ده كده يا سيدي فيما يخص نظام الحصه. طب يا مستر نادر لو سمحت الكتب هتنزل امتى؟ احنا سالنا كتير عن الكتب. حبيبي لازم تسال اخواتك اللي في ثالثه ثانوي، احنا مش بنعمل كتب، احنا بنعمل مجوهرات بجد. فخليني اقول لك ان الكتب لسه شويه تفاصيلها، خلال يومين 3 4 هننزل لك فيديو كامل فيما يخص الكتب، تفاصيل الكتب، جوه الكتب ايه، هنتعامل مع الكتب ازاي، هنستخدم كتب خارجيه ولا لا. يا مستر طب احنا كده مش متاخرين؟ حبيبي اطمن مش متاخرين خالص، المنهج ليه خطه زمنيه مترتبه بمواعيد محدده، فما تقلقش من الامر ده. وهنقول لك ان الكتب تقدر تشتريها من كذا ستور اونلاين، فاطمن واصبر علينا. ده كده فيما يخص الكتب وفيما يخص نظام الحصه. تعال نتكلم عن حاجه مهمه جدا على نظام الاشتراكات. انت عندك يا سيدي نظامين في الاشتراك. النظام الاول نظام الباقه الشهريه، كل شهر بشهره. الشهر عباره عن 4 حصص، مش 4 ورش، 4 حصص، لان الحصه الواحده ورشتين. بس اكيد الاوفر ليك والافضل ليك اللي هي الباقه بتاعت الترم. هو الترم بتدفعه مره واحده لحد يوم المراجعات. يبقى احنا عندنا نوعين من الاشتراكات، الباقه الاولى الباقه الشهريه، والباقه الثانيه باقه الترم. مستار ايه الفرق ما بين الباقتين؟ ولا اي حاجه، الفرق شويه توفير لحضرتك بس فيما يخص الباقه بتاعه باقه الترم. وعايز افكرك ان سيادتك باقه الترم بالنسبه لاولى ثانوي انت بتاخد المادتين مع بعض بسعر صدقني مخفض جدا 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 جدا. ده كده فيما يخص النظام بتاع الاشتراك. طب يا مستر انا سمعت ان حضرتك كده بيبقى فيه جوائز في السنتر. بالنسبه للاونلاين ايه نظامهم في الجوائز؟ احنا عندنا حضرتك كل شهر امتحان شامل، والامتحانات الشامله احنا عندنا مكافآت محترمه للاوائل، وعندنا كمان مكافآت للطلبه الملتزمه. مستر هو الطالب الملتزم هتعرفه ازاي في الاونلاين؟ ملتزم يعني بيحل واجبه، ملتزم يعني بيحل امتحانه، درجاته كويسه في الواجب، درجاته كويسه في الامتحان، والاهم بيشوف الحصص وما بيراكمهاش، لان سيادتك لو راكمت الحصص انت هتخسر كتير من الارصده بتاعتك في التكريم. ده كده تقريبا كل ما يخص النظام بتاعنا. طب يا مستر هنبدا امتى؟ بص يا سيدي، اول حصه عندنا هتبقى يوم الخميس 11/9 ويوم الجمعه 12/9. طبعا الخميس اللي هي حصه التاريخ، ويوم الجمعه حصه الفلسفه او علم النفس. يبقى بدايتنا 11/9 و12/9. يا مستر ما تأخرناش؟ لا يا حبيبي والله ما تأخرناش. ده كده بالنسبة لميعاد أول حصة. طلاب السنتر باقي أعداد قليلة قوي 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 في كل السناتر، سواء في القاهرة أو في الجيزة أو في اسكندرية، اللي احنا حاطين مواعيد قليلة مش مكترين الدنيا. ليه؟ علشان نهتم بيك بالذات انت كطالب أولى ثانوي في البكالوريا، عايزين نأسسك صح للبكالوريا. طيب يا مستر انا عايز اشترك اونلاين، سيادتك عندك الارقام بتاعت الدعم الفني هتظهر لك دلوقتي، ممكن حضرتك تشترك في اي وقت خلال الاسابيع ديت. وخلي بال حضرتك الباقه بتاعت الترم قربت تتقفل نهائيا، هيبقى متاح لك باقه الشهر بس، وخلي بالك باقه الترم اوفر كتير. ده تقريبا كل التفاصيل. بوعدك انك هتشوف نظام في الاونلاين بجد مبهر، وبجد هتدعي لنا. نتقابل على خير في اول حصه يا ابطال، واطمن سنة هتبقى سعيدة على الكل. باي باي.